قصة من أجمل القصص الكروية، ملحمة من أحلى الملاحم اللي عشناها في التاريخ. قصة الدوري التاريخي في دوري 2019، الدوري اللي كان كله بيقول الأهلي خلاص حتى مش هيشارك في دوري أبطال أفريقيا، رجع بعد ما كنا في المركز اللي قبل الأخير ورجعنا خدنا الدوري. قصة النهاردة عن دوري 2019، جاهز كوباية الشاي بتاعتك أو كوباية القهوة أو أي مشروب أنت بتحبه ولا نبدأ. بداية موسم 2018 2019 محدش كان متخيل الأهلي يبدأ التاني بعد الدور الأول من الدوري المصري. بعد 16 جولة ما اتلعبوا الأهلي لعب 7 جولات وكان في المركز الأخير ب 11 نقطة. كل ده حصل طبعا بسبب ضغط المباريات، الإصابات، بسبب برضه هزيمة من صن داونز الهزيمة القاسية 5-0. كل ده خلى الأهلي يبقى في المركز الأخير من 7 جولات ب 11 نقطة بس. زي ما احنا عارفين إن الأهلي دايما رجعته بتبقى اقوى، ودايما لما بيرجع بينام القاره كلها من المغرب. وده اللي الاهلي عمله في الموسم ده. استخدموا فريق معاه 40 دوري، فريق اسمه الاهلي، نخسر قدام سان داونز في افريقيا 5-0، يعني ابطال القاره، وناخد 8 واخدين منها 8 بطولات وافضل فريق متوج في القاره. في الاخر نخسر من سان داونز بهزيمه 5-0. طبعا ده خلى الجماهير كلها تشك في الاداره، تشك في اللعيبه، تشك في المدرب، كل حاجه حواليها. تحت قيادة المدرب الأوروغواني مارتن لاسارتي، الأهلي بدأ يستعيد توازنه، اللعيبة بدأت ترجع لمستواهم، لعيب زي حسين الشحات، لعيب زي محمد مجدي قفشه، لعيب زي محمد صبحي، بدأوا يرجعوا لمستواهم، بدأوا يلعبوا بقلبهم قبل عقلهم في المباراة. ماتش ورا ماتش ماتش ورا ماتش الأهلي بدأ يستعيد ويرجع يستعيد مركزه اللي هو المركز الأول، بدأ يجمع نقط، بدأ يكسب بيراميدز، كسب بيراميدز 1-0. ماتش الزمالك اللي كان نقطة تحول كبيرة للأهلي. بقى في السنين في السيزون ده لعبنا 48 مباراة، كسبنا منهم 38 مباراة. دوري خلاص بقى في كتيرة. دوري بعد ما كان الكل بيقول عليه دوري خلاص رقم الأهلي، الأهلي حتى مش هيلعب دوري أبطال أفريقيا. بعد ما كان أحمد مرتضى منصور كانوا يطلعوا يحفلوا على الأهلي ويقول لك الأهلي حتى يعني مش هيلعب في دوري أبطال أفريقيا. بيراميدز المنافس السنه دي، المنافس بتاعك. الاهلي في المنطقه الدافئه في جدول المسابقه. الاهلي كده مش هيصارع على الهبوط. انا احب اقول بس كابتن سيد، انت لو انت شخصيا عايز تحكم ماتشات الزمالك اللي جايه احنا ما عندناش مشكله. الزمالك ممكن يكسب باي حد وفي اي. احنا كله وسيد حمدي يبدأ يرد عليهم لا الدوري لسه ما خلصش. لا، الاهلي بطل الدوري. انا ما يهمنيش تقول مين بطل شهر يناير، انا يهمني تقول لي مين بطل الموسم. على طول بيطلع ده يعني اهدى شويه، الليله لسه طويله والسنه لسه طويله، واحنا هنروح من بعض فين؟ يعني الكلام مع النادي الاهلي ما تقولش كلام ما تبقاش قدي، في نفس الوقت ما تحلمش حلم ما تعرف تعيشه يعني. لكن فعلا في الدوري دي حاجه اتعلمنا ان لا تقل الصفحه او تقل السطر الاخير وانت بتلعب مع الاهلي. طول ما انت بتنافس الاهلي ما تضمنش حاجه غير مع اخر احتمال ولو 1% ان خلاص الاهلي مستحيل يكسب الدوري او يكسب الماتش ده. طول ما انت بتلعب مع الاهلي توقع اي حاجه في الدنيا، ولا تقل الصفحه او تقل السطر الاخير. الموسم ده ما كانش مجرد فريق الاهلي بس بيلعب، الاهلي كان وراه ملايين من الجماهير يشجعوه، عندهم اصرار وعندهم عزيمه وعندهم امل ولو 1% ان الدوري ده مش هيروح من الاهلي، وان الاهلي هيرجع وياخد الدوري زي ما عودنا. ما كانش مجرد فريق بيلعب، ده كانت اراده شعب. و24 يوليو الاهلي واجه المقاولون العرب على استاد برج العرب، ومع صافره النهايه الاهلي كسب 3-1. ساعتها كسبنا الدوري بفارق 8 نقط على ارض المنافسين لينا، الدوري رقم 41 في تاريخ الاهلي. الدوري اللي كانش مجرد دوري عادي زي اي دوري الاهلي خده، ده كان دوري تاريخي. وبعدين كنا الاخير ولقطه طه اسماعيل الشهيره في سبورت لما كان بيعيط لما شاف ان الاهلي في المركز الاخير. اللقطه دي في جمال النحاس في ماتش المقاولين العرب لما تعادل معانا 1-1 في وقت ما احنا كنا محتاجين المكسب في الدور الاول. طلع ساعتها بعد الماتش قال لك انا مش ينفع اسيب الماتش ده للاهلي، ده عواجد الاهلي علمنا عليها، وبعدها عيط كمان. بعديها ساعتها طه اسماعيل عيط في الاستوديو. كل دي لقطات بتبين لك ان الدوري ده ما كانش دوري عادي، كان دوري تاريخي. بعد ما كنا في المركز الاخير بين المركز الاول كسبنا الدوري بفارق 8 نقط على اقرب منافس لينا اللي هو كان الزمالك. ساعتها الدوري ده ما كانش مجرد دوري للفريق بس، دوري مش للاهلاويه كلهم. كل واحد حس نفسه ان هو شارك في الدوري ده. اراده الجماهير ان هم عندهم ولو 1% من الاول ان انا لا انا مش هخسر الدوري، انا هكسب الدوري. الدوري ده مش بعيد، الدوري ده بتاع الاهلي واحنا اسياد الدوري ده واسياد القاره، مش ينفعش نخسر الدوري.
كل ده كانت حاجات وكان درس في الايمان والصبر اللي عند الاهلاويه. ليه الاهلاويه بيسموا دوري 2019 انه الدوري التاريخي للاهلي؟ انه كان اصعب دوري في تاريخ الاهلي. الدوري اللي احنا كنا في المركز الاخير، بعدين بقينا في المركز الاول وخدنا الدوري فرق 8 نقط عن اقرب منافس سنين من هزيمه مذله في بريتوريا من سان داونز 5-0. الاهلي يبقى مركز اول وناخد الدوري. كل دي حاجات تخلي الدوري ده دوري تاريخي، من اصابات، من ضغط ماتشات، من تشبيك في اللعيبه، من تشبيك في الاداره. كل دي حاجات تخلي الدوري ده انه من اصعب الدوريات. ساعتها الدوري ده كان في بدايه الدوري كان مارتن نصرفي، بعد كده جه رينيه فايلر. تغيير مدربين في نفس السيزون دي بتبقى حاجه صعبه طبيعي. حاجات كتيره بتخلي الدوري ده اصعب دوري في تاريخ الاهلي. والدوري اللي هيبقى عامل ازاي ان شاء الله يبقى دوري السيزون ده دوري 2025 ان شاء الله باذن الله برضه هنطلع نمسكه بعد ما ناخد الدوري ماتش فرق هيبقى من الاربع ان شاء الله. ده نفس برضه الدوري كان نفس ضغط المباريات، نفس الاداره، مدربين يمسكوا في نفس السيزون برضه نفس الحاجه. ان شاء الله باذن الله ناخد الدوري السنه دي. نرجع بقى لدوري 2019. دوري 2019 ده من لعيبه، لا كله بيشكك في اللعيبه، السوليه، علي معلول، كله بيشكك في كله. اللعيبه بتمشي في الاخر بعد ما الدوري ما يخلص، قبل ما الدوري ما يخلص اللعيبه بتمشي وما بتكملش الدوري. كل دي حاجات تخلي ان الدوري ده من اصعب الدوريات. ليه الدوري ده هيفضل محفور في ذاكره الاهلاويه؟ لان الدوري ده الاهلاويه استحملوا كتير جدا وكان عندهم صبر وايمان ان الدوري ده مستحيل يروح مننا، ان الدوري ده صعب يروح لحد غيرنا، ان الدوري ده وانا في المركز الاخير وانا مستحمل في فرقتي وانا في المركز الاخير وانا عندي 7 نقط بس، والعالم مصر كلها بتحفل عليا انا من تشكيكات من كل رؤساء الانديه، كل اللعيبه اللي في الانديه بتطلع لا كلام عن الاهلي. كل ده هم مش عارفين، مش متخيلين الاهلي هيرجع في الدوري، لان كده كده والطبيعي الاهلي بالصوره، الاهلي نادي افضل نادي في القرن، نادي القرن الافريقي، افضل نادي في القاره، افضل نادي في الدوري، افضل نادي في مصر كلها. فطبيعي ان ده الاهلي. والدوري ده اللي طلع فيه الجمله الشهيره وحدك يا اهلي ضد المنظومه، وحدك يا اهلي ضد الجميع، اللي طلع فيها الكلمه الشهيره دي. فالدوري ده طبيعي هيفضل محطوط في الاذهان من لقطه طه اسماعيل احنا اتكلمنا عنها، لقطه ان هو كان يطلع يعيط وزعلان ان الاهلي في المركز الاخير، طبعا كلنا زعلانين. ولقطه الاهلي بيرفع الدوري بعد ماتش المقاولين 3-1، خلاص الاهلي احتفل بالدوري ودخل مصر الدوري. قصه من اجمل القصص اللي عشناها، ملحمه من اجمل الملاحم اللي عشناها. دوري مستحيل يتنسي، دوري مستحيل يروح عن ذاكره اي حد اهلاوي في الدنيا. يعني لو جبت اهلاوي فقد الذاكره مستحيل ينسى دوري 2019. دوري 2019 من اجمل الدوريات اللي عشناها في حياتنا، ومن اجمل الماتشات اللي عشناها واللي عاصرناها. ده كان حلقتنا النهارده. ان شاء الله باذن الله الفيديوهات الجايه تستنوها، لايك، سبسكرايب، تفعيل الجرس.